النهارده هعمل معاكم الجبنه القريش واللبن الرايب والكريمه والزبده. هقول لكم كمان ايه هو الواي بروتين اللي بيستخدموه بتوع كمال الاجسام من غير منفعه ولا خل، والنتيجه مضمونه 100%. معايا هنا 4 كيلو من الحليب كامل الدسم. اهم حاجه نشتريه من اللبان يكون مضمون، ضامنين نظافته وضامنين ان اللبن كامل الدسم. هحط الحليب في حله نظيفه وناشفه وهرفعه على النار يدفى. اول ما درجه حرارته تبقى زي دمعه العين او رضعه البيبي هشيله وناخد بالنا كويس قوي عشان ما يسخنش مننا. هضيف له 150 مللي من شرش الجبنه، حوالي كوبايه الا ربع كده من كوبايه الشاي العاديه اللي موجوده في كل بيوتنا. ده كان باقي عندي من المره اللي قبل كده اما عملت جبنه. طب انتم هتجيبوه منين؟ من عند اي حد بيبيع جبنه قريش او جبنه بيضه، هنقول لهم عايزين شرش جبنه. او لو اشترينا جبنه قريش او جبنه بيضه ممكن نجمع الشرش اللي حواليها ونحتفظ بيه في الفريزر ونستخدمه وقت ما نحب. بعد كده هقلبه كويس واغطي الحله، واي دفايه عندي او بطانيه هغطي الحله كويس من فوق الحله وتحتها وكمان الجوانب. اهم حاجه ما نحركش الحله ولا نفتح عليها الا بعد حوالي 12 ساعه، يعني ممكن من بالليل للصبح. هنلاحظ ان الكريمه بدات تفصل وظهرت عندي بطبقه خفيفه واللبن حصل له تجمد. هدخل الحله التلاجة يوم كامل، وتاني يوم هنلاحظ ان الكريمه تقلت وزادت والجبنه بقت متماسكه اكتر. في ناس بتسيبها بره التلاجة يوميا، بس في التلاجة افضل، وخاصه في وقت الصيف لان طعم الجبنه بيبقى احلى، ما بيكونش ظاهر فيه طعم التخمر ولا بيكون طعمها لاذع. زي ما انتم شايفين كده انا جمعت الكريمه اللباني كلها، ودي بيطلع منها احلى زبده وسمنه بلدي. وهبقى اسيب لكم لينك فيديو زبده، ودي الجبنه متماسكه جدا وده دليل على ان عمليه التجبد نجحت. هبدا بالسكينه اقسمها مربعات بالشكل ده عشان الشرش يخرج منها. ودي قطع الجبنه طالعه معايا مظبوطه، شايفين جميله قد ايه؟ هناكل حاجه مفيده ونظيفه ومضمونه 100%. كفايه ان احنا عاملينها بايدنا في البيت. بعد كده هجيب الحصيره اللي هحط فيها الجبنه عشان تنزل الشرش بتاعها، وهحط تحتها صاج او صينيه. الحصيرة دي أنا جبتها من عند الناس اللي بتعمل عيش فلاحي أو بتعمل جبنة فلاحي، وسعرها مش غالي، حوالي 30 جنيه. بغسلها واسيبها تنشف كويس وبعد كده بستخدمها. عاوزة أقول لكم إن هو ده اللبن الرايب. لو عايزين ناكله زي ما هو كده أو نضربه في الخلاط عشان نفك التكتل بتاعه، عايزة أقول لكم مفيد جدا للمعدة. وفي نفس الوقت لو أخدنا معلقة منه ودوبناها في لبن دافي ووزعناها في كوبايات وحطيناها في فرن دافي هيبقى عندنا أحلى زبادي. وبكده بقى عندنا كريمة لباني هنعمل منها الزبدة والسمنة البلدي، وعندنا كمان لبن رايب، وعندنا كمان خميرة للزبادي. هوزع الجبنة في الحصيرة كويس وهرش عليها ملح واقلبها كويس عشان نضمن ان الملح يتوزع على الجبنة كلها. كل ما كان اللبن دسم كل ما النتيجة كانت عندنا افضل. هنلاقي الناتج من الكريمة والجبنة كميته اكتر وفي نفس الوقت الشرش بيبقى اقل. هبدأ اضم الحصيرة كويس واوزع عليها الجبنة عشان الشرش يخرج منها، وهحط تحتها طبق مقلوب عشان الشرش اللي هيخرج منها ما يلمس الجبنة تاني والجبنة تتماسك بسرعة. وده الشرش وهو بينزل منها بسيبها حوالي 3 ساعات. وده وزن الكريمة اللباني حوالي 300 جرام. ممكن نستخدمها في تزيين الحلويات، بنحطها مع الكريم شانتيه، وممكن كمان ناكلها مع عسل ابيض بتبقى تحفة. بعد ما عدى 3 ساعات بفتح اشوف الجبنة، وده الطبق اللي قلت لكم سند عليه الحصيرة. بجد احلى حتة جبنة ممكن تاكلوها، نظيفة ودسمة وطعمها زي الزبدة. بقطعها بالسكينة على خطوط الحصيرة وهي بتكون متقسمة جاهزة. ناس كتير بتحب الجبنة القريش لكن بتخاف تشتريها لأنها بتكون مش ضامنة نظافتها. أحيانا بيكون فيها ريحة مش كويسة بسبب قلة النظافة، وأحيانا بيكون فيها شوائب من الحليب أثناء الحلب لأنه بيسيبوه مكشوف ومعرض للجو والحشرات. مش بكرهكم فيها والله، بس هي دي الحقيقة. فعلى ايه نعملها في البيت ونكون ضامنين نظافتها أفضل، غير إنها مفيدة جدا، فيها نسبة كالسيوم عالية لأنها طبعا معمولة بلبن كامل الدسم. هناكلها بنفس من الآخر. يا ريت بقى كمان نبعد عن علب الجبنة اللي موجودة في السوق، علب التترا باك الكرتون طبعا بدون ذكر اسماء، اللي مغرقه السوق بطعوم كتير مختلفه لانها مضره جدا بالصحه. ما فيهاش اي حليب خالص، هي عباره عن زيوت مهدرجه وبس. بعد ما صفرت الميزان وزنت الجبنه طلعت حوالي كيلو 530 جرام. هما الحقيقي كيلو 600 طبعا، ده غير اللي انا دقته. يعني مش معقول الجبنه هتعدي من تحت ايدي من غير ما ادوقها طبعا. وده الشيرش بحتفظ بيه في علبه في الفريزر وبستخدمه في المعجنات بدل الميه، وبيكون مفيد جدا لان فيه نسبه عاليه من البروتين، غير ان هو بيخلي المعجنات هشه وتحفه. بعمل بيه قرص وحواوشي وبيتزا، هبقى اسيب لكم لينكات البيتزا والحواوشي. وبالنسبه للكريمه بجمعها كل مره بعمل فيها جبنه وبحطها في علبه في الفريزر، وما بتكون عندي كميه كبيره بعمل منها احلى زبده وسمنه بلدي، ضامنين مليون في الميه انها بيورو مش مغشوشه. والزبده دي وزنها حوالي 100 جرام، كنت طلعتها من 2 كيلو حليب. وكميه الجبنه والكريمه بتختلف حسب دسامه اللبن اللي هنستخدمه، فكل ما كان دسم اكتر كل ما انتاجه كان اكتر. ودي الكريمه اللباني اللي طلعتها معاكم النهارده، وزنها حوالي 300 جرام. ايه رأيكم بقى في الجمال ده كله؟ بحسبة بسيطة كده أنا اشتريت 4 كيلو حليب ب140 جنيه، طلعولي كيلو 600 جرام جبنة قريش ب130 جنيه لأن كيلو ب80 جنيه، وطلعولي 300 جرام كريمة لباني نقول حوالي 50 جنيه. يعني دفعت 140 جنيه، أخدت منتجات ب180 جنيه. وده طبعا غير الشرش. تستاهل إن احنا نعملها في البيت ولا لأ؟ شايفين جميلة قد ايه؟ بس الغرض من الفيديو ده مش هو التوفير قد ما هو مهم جدا ازاي نتعلم نعمل كل حاجة بإيدينا في البيت، لأن ما بقاش في أي أمانة في تصنيع أي أغذية بره.
يا سلام بقى لو حطينا عليها شوية زيت زيتون وزعتر، هناكل احلى حتة جبنة. هسيب لكم لينكات الزبدة والزبادي واستخدامات الشيرش. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واللي عجبه ما ينساش يعمل لايك وشير، واللي اول مرة يشوفني انا شيري امام. دمتم بصحة وهنا.